حبايبنا طلاب الشهادة الإعدادية في كل حتة في الجمهورية، ميعادنا النهاردة في المحطة الثالثة. وصل لحضرتك محافظتين، سلسلتنا بتحل محافظات السنين السابقة، والنهاردة الفيديو رقم 3. يلا بينا نشوف المحطة الجاية هي محافظة ايه. مشروبك الحلو، اشتغل ورايا، مذكرتك هتلاقيها عندك، كل حاجة مع سيادتك. ابدأ معايا ويلا نشوف محطتنا الجاية هي محافظة ايه. يلا بينا. محطتنا اللي جاية هي محافظة القليوبية السنة اللي فاتت. طبعا انت عارف ان انا سؤالي بيبدأ بسؤال الديالوج، المحادثة. فبقرا الجملة الافتتاحية لقيته بيقول لي ان علا went to the Egyptian Museum. علا راحت المتحف المصري with her family، مع عائلتها. فابتدت الكلام معها وهي بتقول لها هاي علا، مرحبا يا علا. I heard، انا سمعت that you went to the Egyptian Museum. انا سمعت انك رحتي المتحف المصري. ترد عليها تقول لها ايوه تبقى yes I am. ايوه انا عملت كده. طبعا احنا بنجاوب في المكان المخصص للاجابه. سالتها سؤال، قالت لها I went there، انا رحت هناك last Friday، الجمعه اللي ايه؟ الجمعه اللي فاتت. طبعا احنا قلنا السؤال الاول yes I am، تمام. قالت لها رحت هناك الجمعه اللي فاتت، يبقى انا بقول when. انا كده جبت اداه الاستفهام، عايز اساعدها، ما عنديش فعل مساعد، يبقى هجيب do او does او did. مستر محمد الزمن ماضي، يعني هجيب did. I تطلع هنا you، تمام الكلام. ثم went ارجعها لاصلها عشان did موجوده تبقى go. When did you go؟ متى ذهبتي؟ ممكن ازود كلمه there، يعني هناك، رحتي امتى هناك. سألتها سؤال بيقول I went with my family، أنا رحت مع عائلتي. عايز أقول لها مين راح معاكي؟ ممكن أقول لها who، من، went، ذهب، with you، مين اللي راح معاكي. ممكن أقول لها على فكرة with whom، مع مين، رحتي مع مين. طيب قالت لها what did you see there، شفتي ايه هناك. ممكن اقول لها بما انه متحف اني شفت مثلا مومياوات، فهقول لها انا I رأيت so، لقد رأيت a mummy، وكلمة mummy معناها مومياء. قالت لها did you enjoy your time there، هل استمتعتي بوقتك هناك؟ طبعا الإجابة هتكون أيوة yes I. سألني بمين؟ سألني بديد، تبقى الإجابة بتاعتي ديد. تمام الكلام؟ طيب السؤال اللي بعده هو سؤال الأكمل. قال لي make يعني يصنع، احنا بنترجم اهو. answer إجابة. housework الأعمال المنزلية. makes برضو هتيجي بمعنى يصنع بس فيها اس، تبقى مع هي وشي وإت. homework هو الواجب المنزلي. machine يعني آلة. بدأ الكلام وهو بيقول لي ايه؟ A robot، الروبوت is a special kind of نقط، هو نوع من انواع الايه يا فندم؟ تقول لي من انواع الماشينز، الالات. that moves التي تتحرك and follow the instructions، وبتتبع التعليمات اللي come from a computer، اللي بتيجي من الكمبيوتر. some robots بعض الروبوتات can help بتساعد نقط cars in factories في صناعة الايه؟ السيارات في المصانع. طيب اسال نفسي هو الفعل هيلب عايز ايه؟ تقول لي الفعل هيلب يا مستر عايز تو المصدر، او عايز مصدر بس infinitive، ده معناه ان انا هختار ميك لان ميك هنا فعل مصدر، تبقى الاجابه الثانيه ميك. تمام الكلام؟ طيب لو قلت ميك هقول مع السلامه الميكس. تمام؟ طيب قال لحضرتك others are used to explore، والاخرين بيستخدموا في استكشاف dangerous places الاماكن الخطيره. They can help women بيساعدوا السيدات do all the نقط، بيساعدوا الستات في ايه؟ هل في عمل الواجب المدرسي ولا الأعمال المنزلية؟ تقول لي الأعمال المنزلية، تبقى دي رقم 3. تمام يا مستر. قال لك also they can be used، أيضا يمكن استخدامهم to نقط تليفون كولز، عشان يردوا على المكالمات الهاتفية. يرد على، تبقى الإجابة answer. تمام الكلام؟ يلا بينا. السؤال الثالث هو سؤال القطعة بتاعتي. جاي لي في شكل ايميل مبعوث من سحر لمنى، فبتقول لها How are things؟ كيف الأحوال؟ I hope you are well، أتمنى إنك كويسة.
forgive me سامحيني for the delay للتأجل اللي أنا أجلت of my reply to you سامحيني إني أجلت ردي عليكي. I had a problem كان عندي مشكلة with my internet connection عندي مشكلة في اتصال الإنترنت. So ولذلك I just got your message لسه وصلني رسالتك. Was the picture of you اللي فيها صورتك وانتي riding your bike راكبة العجلة. From the smile on your face من الابتسامة اللي على وشك I can tell how much fun you are أنا أقدر أقول قد إيه المتعة اللي حضرتك having استمتعتيها. I still remember أنا ما زلت أتذكر when you could hardly ride a tricycle. التريسايكل ده اللي هو التروسيكل اللي هو بثلاث عجلات يعني تمام. You have come a long way لقد تحسنت انت جاية من حتة بعيدة. طيب now والآن here is some advice هديك شوية نصائح. I'm sure you are a good rider أنا متأكدة إن أنت سائقة جيدة راكبة جيدة. But you will fall off that bike now and then بس بتقعي منه وهتقعي منه دلوقتي وبعدين. So please get yourself a helmet أرجوكي البسي مين؟ البسي خوذة وأنت بتسوقي الموتوسيكل ده. Wear it every time you ride البسيها كل وقت بتسوقيه. A helmet لأن الخوذة will help protect you from a head injury هتحميكي من الإصابة في رأسك. Wearing a helmet ارتداء الخوذة when you ride a bike لما تركبي العجلة is as important as wearing your seat belt نفس أهمية إنك تلبسي حزام الأمان when you drive a car لما تسوقي عربية. When you come to visit me this summer لما تيجي تزوريني هذا الصيف bring your bike هاتي العجلة and your helmet والخوذة. You will take some great rides together هنركب سوا ركوبات ممتعة. وفي الآخر ختمت that's all for now دي كل حاجة عايزة أقولها لك دلوقتي. waiting for your reply أنتظر ردك وإمضاء صح. يلا بينا نبص أسئلة القصة بتقول إيه؟ أول سؤال عندي بيقول لي the main idea الفكرة الرئيسية of this text لهذا النص is بتكون إيه؟ وبيقول لي how to be better at riding a bike إزاي تبقى أفضل في ركوب الدراجة ولا how to avoid falling off a bike إزاي تتجنب إنك تقع من على الدراجة ولا how to keep safe إزاي تبقى بأمان while you riding a bike وأنت راكب الدراجة ولا how to wear a helmet إزاي تلبس الهلمت اللي هي الخوذة. طبعا القطعة كانت بتتكلم على how to be better at riding a bike إزاي تكون أفضل في ركوب الدراجة. قال لي from this email من هذا الإيميل what can you tell about تقدر تقول إيه عن the picture of منى للصورة بتاعت منى اللي بعتتها لي سحر. طبعا الصورة كانت بتقول أقدر استشف منها إن she is not wearing a helmet ما كانتش لابسة هيلمت اللي هي الخوذة. السؤال الثالث بيقول لي why does سحر ask منى to wear a helmet ليه طلبت منها تلبس الخوذة؟ طيب لأنها قالت لها يا فندم إن الخوذة دي will help هتساعدك protect you from a head injury هتساعدك من إصابة الإيه؟ إصابة الرأس. اللي بعده to whom was this email written لما يجي يقول لحضرتك to whom معناها بالعربي إلى من؟ إلى من أرسل هذا الإيميل؟ طبعا مش هقول له منى تمام ولا هقول له سحر هي مضت باسم مين؟ باسم سحر يعني إمضاء سحر يبقى بعتاها إلى منى صديقتها. 5 قال لي what is منى going to do والسحر during the summer هيعملوا ايه في الصيف؟ طبعا هي عرضت عليها ان هي تيجي تزورها وهيستمتعوا بركوب الايه؟ بركوب الدراجه يبقى هما الاثنين هي will take some great rides together هيستمتعوا بركوب الدراجه سويا. اخر سؤال بيقول لي اديني يا فندم الاندرلاين وورد بروبلم. بروبلم معناها ايه؟ طبعا بروبلم ليها معاني كتير ولكن اشهر معنى حضرتك مريت بيه كانت كلمه issue بمعنى مشكله او قضيه. طبعا بكرر احنا بنجاوب طبعا في الاماكن المخصصه للاجابه. السؤال الثالث طبعا انا عارف وانت عارف ان هو سؤال الاختيارات فبيقول لحضرتك ذا انتونيم انت عايز ايه؟ قال انا عايز عكس كلمه هارد. هارد هنا جايه بمعنى صعب العكس بتاعها هيكون ايزي طبعا. قال لي وي اد ذا suffix بنحط انهي لاحقه عشان نجيب ناون اسم من الفعل اللي اسمه فارم. طبعا عشان اجيب الاسم بحط لها اي وان وجي تبقى الزراعه. قال لي انوت از ناتشورال ديزاستر هي كارثه طبيعيه ذات كوز ماني بروبلمز بتعمل مشكلات ودمج. طيب هل السولار سيستم النظام الشمسي بيعمل كوارث؟ لا طبعا. ووتر ويل الساقيه؟ لا طبعا. جرين هاوس الصوبه الزجاجيه؟ لا طبعا. هي الارث كويك اللي هو الزلزال.
قال لي انوت is a person هو الشخص who travels into space اللي بيسافر للفضاء. من غير ما افكر يا فندم الاجابه استرونوت رائد فضاء. قال لي the moon moves around the earth القمر بيدور حوالين الارض. تمام. the verb الفعل move around الفعل اللي معناه بيدور means معناه ايه؟ stops طبعا مستحيل، controls لا، reserve لا، تبقى orbit يعني يدور حول شيء. قال لحضرتك في السؤال رقم 6 there are many نقط that are found in فيوم depression. لقينا ايه في منخفض الفيوم؟ طبعا ما لقيناش ملاك، لقينا طبعا فوسلز اللي هي الحفريات. سؤال الجرامر عندي بيجي لي في صيغه زي ما انت عارف complete correct. فبيقول لي سامي didn't play tennis سامي ما لعبش تنس until فانا لقيت الرابط بتاعي اللي اسمه until الا لما رحت مغني الاغنيه. قلت ايه يا فندم؟ until قبليها ماضي بسيط منفي بعديها ماضي تام. الماضي التام had والتصريف الثالث تبقى الاجابه had studied. اللي بعده قال لي if طالما if غني هتقول لي if بعديها مضارع بسيط الجمله الثانيه والمصدر if بعديها ماضي بسيط الجمله الثانيه والمصدر. خلي الجمله تغششك. زمن الجمله الاولى يحدد زمن الجمله الثانيه وزمن الجمله الثانيه يحدد زمن الجمله الاولى. فانا بصيت عندي لقيت مكتوب would ده معناها ان هي الحاله الثانيه يبقى if بعديها ماضي بسيط هجيب الماضي البسيط اسمه read. قال لي fewer magazines sell today اعمل ايه؟ معلوم ولا مجهول؟ احدد العلاقه ما بين اللي قبل النقط والكلام اللي في الاقواس. ما علاقه المجلات بفعل اسمه يبيع؟ هل المجلات بتبيع ولا بتتباع؟ تقول يا مستر بتتباع. اقول لك الجمله المشهوره بتاعتنا اذا هي من قامت بالفعل ولا وقع عليها الفعل؟ تقول لي وقع عليها الفعل. حكمت بصمت ان الجمله دي باسيف مبني للمجهول. قول لي القاعده في المبني للمجهول انا ببدا بالمفعول اساعده باز او ار اساعده بواز او وير بعدها تصريفه الثالث. طيب لما شفت توداي عرفت ان الزمن بتاعي كده يكون مضارع. المجازينز المجلات جمع يبقى انا هقول له ار وعندي مين يا فندم؟ وعندي صوت. قال لي ذا جفرنر المحافظ سد قال. هنا انا بتكلم على دايركت واندايركت المباشر والغير مباشر. حماية بيتقال لك لو مش حقيقه ارجع بالزمن فك فيرب تو بي ام او از او ار ارجع بالزمن يبقى واز او وير. هو بيتكلم على حديقه يا فندم تبقى الاجابه واز. قال لك children should avoid امسك الفعل avoid واساله. ما انت حاجه من اتنين يا اما عايز to والانفينيتيف يا اما انت عايز اي وان وجي. الفعل avoid قال لي ما تجيبش معايا to والمصدر. انا بحب اي وان وجي تبقى الاجابه بدل ما هي play اقول له playing. اخر سؤال في الامتحان هو سؤال الباراجراف اللي بيقول لحضرتك how to keep our environment clean ازاي نخلي البيئه بتاعتنا نظيفه. انت عارف طبعا ان انا بسيبه لك في صندوق الديسكريبشن تحت هتلاقي فيه الباراجراف كامل. خلصنا محطتنا رقم 3. كنت مبسوط ان انا شفتك وانت شفتني النهارده. ان شاء الله نتقابل في محطه جديده. سلام.